السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم جيتكم في فيديو جديد ان شاء الله. نحضروا واحد الحلوى ديال شرب الشاي او القهوه اللي كتجي رائعه، وكذلك كتخرج لنا واحد الكميه لا باس بها اللي هي 90 حبه، حوالي 90 حبه. يعني اذا كنتو عملتوا حبه صغارين فهي تخرج لكم اكثر من 90 حبه. فبالنسبه لهاد الحلوه كتجي هشيشه ولذيذه، ومقادير يعني جد بسيطه كتوفر في كل بيت. فعلى بركه الله ندوزو مع الفيديو نشوفوا المقادير والمكونات وطريقه التحضير. فاحبائي قبل ما ندوزو الفيديو كنتمنى من الناس اللي مشتركين يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش هكا يوصلهم الجديد ان شاء الله، وتعليق اسفل الفيديو. بسم الله على بركه الله نبداو. مقادير، فهنايا عندي 5 ديال الحبات ديال البيض. فانا غادي نستعمل في المجموع 10 حبات ديال البيض. فبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا قل يعني النص ديال الكميه يديروا يكتفيوا فقط ب5 ديال الحبات. فانا غندير يعني محتاجه كميه كبيره، فغادي ندير 10 ديال الحبات. وانتم يعني بغيتوا ديروا النصف ديال هاد الكميه كما سبقت لكم غادي ديروا النصف من هذا الشيء. ودرت هنايا واحد زلافه ديال السكر، وكذلك درت واحد 2 ديال الفاني، 2 ديال لي ساشي ديال الفاني. ممكن تنكهوا يعني كذلك بقشور البرتقال او الليمون الحامض كذلك. فغادي ندرب هاد العناصر هذه السكر والبيض حتى كينسجموا ليا العناصر. كنستعملوا كذلك الضرب اليدوي، فانا استعنت انا بالضرب الكهربائي، فكل واحد يخدم بالطريقه اللي كيرتاح فيها. فغادي نضربوا جيدا العناصر حتى كينسجم لنا البيض مع السكر مع الفاني. وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال الملح. فبالنسبه للبيض بدنا تكون درجه الحراره ديال المطبخ. كذلك غادي نضيف واحد زلافه ديال زيت نباتيه. غادي نضيف زيت نباتيه، نحاولوا ندخلوا الزيت شويه بشويه حتى كتدخل لينا في الخليط جيدا. فبالنسبه للزيت البنات درت 2 ديال الزلايف. فكيف سبقت لي قلت لكم عندي المقادير مضاعفه، ف10 البيضات كنديروا معهم 2 زلايف ديال السكر. انا اكتفيت فقط بزلافه واحده. وكذلك بالنسبه للزيت يعني الزيت غادي نديروا 2 ديال زلايف ديال الزيت صافي. وغادي نضربوا العناصر هكذايا والتدريج بالتدريج. البنات الزيت غادي نضيفوها، حنا كنضيفوا الزيت وكنضربوا، كنضيفوا الزيت وكنضربوا حتى كتنسجم الزيت، بان الزيت كتكون صعيبه باش انها تدخل لينا مع البيض. فنضربوا مزيان وكندخلوا الزيت حتى كنحصلوا على الخليط. عاد نضيفوا المكونات الاخرى. فهنايا البنات نجيب واحد زلافه ديال الكاوكاو او الفول السوداني يعني محمر، وكذلك مطحون في الربوع على هذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره. فهنايا عندي هاد الزلافه هذه ديال الكاوكاو او الفول السوداني، زائد واحد الملعقه ديال السمسم او زنجلان اللي محمر كذلك ومطحون. فانتوما ممكن تستغنيوا على يعني هاد الكاوكاو، ممكن ديروا اي حاجه عندكم، اللوز او كركاع او اي حاجه او سمسم فقط، او يعني تستعنوا بداكشي اللي عندكم اللي متوفر في البيت ديروه، ماشي مشكل. فهادشي اختياري. وممكن كذلك ديروا اكثر من زلافه ديال الفول السوداني، فلكم الاختيار. فكلما درتوا المكسرات ولا شي حاجه هكذا تنسموا بها فكتجي يعني الحلوه كتجي افضل.
ودابا غادي نجيبو الدقيق. فالدقيق ضروري خصو يكون مغربل على هذا الشكل، يعني تغربلوه في شي حاجه. فبالنسبه للدقيق البنات غادي نستعمل بالدقيق، غادي ندير 4 ديال الزليفات. فالزلافه اللي عبرت بها الزيت والسكر فهي اللي غادي نستعمل في الدقيق. فبالنسبه للدقيق انا درت هنا 2 ديال الزلافات ديال الدقيق، غادي نغربلهم جيدا وغادي نخلط العناصر وغادي نزيد. فبالنسبه لهذا الخليط انا كياخذ ليا تقريبا 4 ديال الزلافات حتى ل5 على حساب الدقيق اللي كيشرب والدقيق اللي ما كيشربش. نتوما غديروا بالتدريج حتى كيتجمع لكم العجين. فعلى حساب الخليط، يعني الدقيق كيبقى على حسب الخليط فقط. العجينه ما خصهاش تكون يعني قاصحه او رطبه بزاف، يعني تبقى تلصق بزاف. فالعجينه غادي تبقى متوسطه، يعني ما غاديش تكون ثقيله، ما خصهاش تكون بتاتا ما تكونش قاصحه. فالعجينه خصها تبقى رطبه وتكون مازال كتلصق واحد شي شويه. فعلاش نخليو العجينه ديالنا مازال كتلصق شويه في اليد؟ لاننا غادي نستعملوا المكسرات اللي غادي مازال غنفندوا يعني العجين في هذاك المكسرات او هذاك ليفيلي ديال الكاوكاو. فنخليو العجين شويه كيلصق. فاذا كانت العجينه كتلصق فكافي باش انها تلصق لينا داك الايفيلي ديال الكاوكاو، ونتفاداو نزيدوا البياض ديال البيض في الاخير. فهنايا انا ما غاديش ندير باش انني نتفادى ندير بياض البيض ونزيد بزاف ديال المقادير. فغادي نخلي العجينه شويه كتلتصق شويه في يدي. فنخلط العجين ديالي على هذا الشكل حتى نجمع العجين ديالي بالتدريج ونضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى نجمعوا العجين ديالنا. فالعجينه سهله دغيا كتجمع، يعني فقط بالملعقه تقدروا تجمعوا العجين هكذايا حتى الاخير وتجمعوها بيديكم. فهنايا درت 2 ديال الزلافات، فمازال خصني نزيد، درت 2 زلافات اخرين غادي نحاول نغربلهم وغادي نكمل نجمع الخليط ديالي ونرجع معكم. فبالنسبه للعجين ما كندلكوهاش، يعني تنجمعوها فقط، ما غاديش ندلكوها بتاتا. فهنايا غادي نجمع الخليط ديالي وما غاديش نحاول نزيد كميه كبيره ديال الدقيق. فنكتفي بهذا الشيء اللي درت دابا، كنظن انه كافي اللي غادي يجمع ليا العجينه ديالي ونحصل على العجين اللي بغيت. فالخماره كذلك غادي نضيفها، فهي الاخيره. ضروري ديروا الخماره هي الاخيره باش هكا العجينه ما تخسرش لكم، ما تختمرش بزاف وتخسر قبل انكم تكوروها. صافي انا نجمع العجين ديالي وغادي نحصل على العجينه اللي بغيت انا وغادي نرجع معكم باش ما يطواش الفيديو. فهنا بعد ما جمعت العجين ديالي كنحصل على هاد العجينه اللي هي على هاد الشكل، اللي كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه بزاف، كتجي لينه. فدابا غادي نجيب واحد عندي هنايا واحد نص كيلو ديال كاوكاو مهرمش على هاد الشكل او ايفيلي. غادي نشكل العجين ديالي على شكل حرابل بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو، وغادي نحاول نديرو في هاد الكاوكاو ايفيلي. غادي نحاول نفندو بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا، غادي نشكلو بهاد الطريقه. الشكل اللي غادي ندير هو الشكل ديال عيد جمال بحال هكا. فهاد الطريقه بدون طبع بدون حتى شي حاجه، ممكن نتوما تشكلوا العجين ديالكم كيما بغيتو كيما حبيتو، وكذلك بالطبع اللي بغيتو. فماشي ضروري الطبع، وممكن العجينه تخدموها بالطريقه نتوما اللي حبيتو واللي ارتحيتوا ليها. فانا شكلتها على هذا الشكل عين جمال بحال اللي كتشوفوا في الفيديو. فكيجي الشكل ديالها زوين وكيجي رائع الشكل ديالها وكيجي زوين. فغادي نكمل العجين ديالي وندير تقريبا واحد الكميه وغادي نرجع معكم. فالعجين ضروري كيتفند على هاد الطريقه كيف كتشوفوا في الكاوكاو،
ممكن ديروا اي حاجه اخرى، اي مكسرات تفندوا فيه، ممكن كذلك ديروا الجنجلان تفندوا فيه، فليكم الاختيار. ودائما كيبقى له شوا على حسب الاراده ديال الانسان وعلى حسب الحاجه اللي كيرتاح فيها. فبالنسبه للعجينه كتجي رطبه وكتجي ساهله وسهله في الخدمه ديالها، يعني فاش كنشكلوها كنحسوا بها رطبه وكتخدم معنا مزيان. فانا شكلت هذا الشكل هذا وطلعت لي زوينه في الشكل كيف كتلاحظوا بعد ما كملت الطاوه ديالي كامله. فدابا غادي ندخلها الفرن ديال 200 درجه ونشعلها من التحت ومن بعد نشعلها من الفوق. نتلاقاو في الشكل بعد ما طيب. كيف كتشاهدوا طابت الحلوه ديالي كيف كتلاحظوا كتجي على هذا الشكل ديالها، كتجي رائعه واللون ديالها ذهبي، ما كنخليوهاش تحمر بزاف، كتجي زوينه وكتعطينا واحد الكميه كبيره. فالشكل ديالها زوين. فخليت انا واحد النص بلا تزيين وغادي نزين هذا بالشوكولا على هذا الشكل. غادي نحاول ندير خطوط عشوائيه على هذا الشكل بالشوكولا ابيض، فهذا اختياري، ممكن ديروا الشوكولا ابيض كذلك. فهذا الشكل كيف كتلاحظوا هذا خليته بلا شوكولا بلا تزيين بلا والو، كيجي الشكل ديالو رائع كذلك. ماشي ضروري يعني ديروا شوكولا، فبالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار. فهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي، كتجي بسيطه وكتجي رائعه وفقط يعني مقادير بسيطه كتخرجوا واحد الحلوه اللي هي زوينه وكميه كبيره يعني تنفع معكم في الدار مع وليداتكم ومعها كشرب الشاي او القهوه. فانا قطع واحد الطريف، تشوفوا الحلوه ديالي كتجي هشيشه ورطبه والشكل كتجي يعني مختمره من الوسط، كتجي مثقبه من الداخل. فاذا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الجديد ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك البنات الفيديو، وكذلك تخليوا لي تعليقات تحت الفيديو. وما بقى لي نودعكم ونقول لكم في امان الله وحفظه، ومع السلامه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.